العكاكزة في المغرب أو في المروك اسمها الحقيقي هم جماعة اتخذوا من الجنس المقدس ممارسة عقدية كما يقولون عن أنفسهم. تطهروا من أعباء التكاليف والعبادات الشرعية، تركوا الصلاة والصوم واستباحوا الزنا والدياثة، حتى أن عندهم جملة مشهورة في المغرب وهي صلي واعطي أخاك يصلي، وهي إشارة إلى الزنا. أعوذ بالله منهم ومن ملوكهم الزناديق. إذ يجتمع العكاكزة ليلة كل خميس أول من كل شهر في مكان يسمى الملعب، يختلط الرجال بالنساء وتبدأ المباراة. نعم، قلت تبدأ المباراة، إذ يستضيف بعضهم بعضا ويقدمون لهم زوجاتهم إكراما لهم. وعندهم طقوس أخرى مثل طقس الغلطة أو ليلة الكهف، وتنطفئ الأنوار ويجامع كل شخص امرأة شرط أن لا تكون زوجته. وطقس زواج الكبيرة بالرضيع سوف نفصل فيه في قادم الأيام. تخيلوا أيها المستمعون أنه